طيب كل سنه وانتم طيبين يا جدعان. بكره اول يوم رمضان، شويه تعليمات كده بس نظبط بيها الشهر الكريم. معلش، اول حاجه احنا مش هينفع نتقابل تاني غير يوم الوقفه. ما انا بفهمها، احنا قعدتنا دي لوحديها ذنب في حد ذاته. تاني حاجه، ما حدش يكلمني يقول لي احنا هنتقابل بعد الفطار على القهوه، لان انا مش هاجي. ليه؟ ما انا لسه قايل قعدتنا دي ذنب. انت غبي ولا ايه؟ عم راضي ملك الريلز ما اشوفش نوتيفيكيشن منك طول ال 30 يوم، ولا انستجرام ولا تيك توك ولا فيسبوك. تمام؟ دي ادعيه يا عم. ما هو اول يومين بتبعت لي ادعيه، تاني يومين بتبعت لي ايات قرانيه، تالت يوم بتقول لي ايه؟ شاهد قبل الحذف فتيحه العتاوله ونهى عابدين عامله ايه؟ انا مالي؟ فالله يخليك، انت في حالك وانا في حالي. بخصوص بقى جروبات الواتساب اللي بتتعمل اول يوم رمضان، ويلا يا جماعه نجمع بعض نفطر سوا، مفيش حدش يبعت لي الحاجات دي. اعملوا انتوا الجروبات دي بره عني. بقى لنا 30 سنه بنتفق على كده، عمرنا فطرنا مع بعض. طب مش هنطلع رمضان نايتس ولا حاجه؟ رمضان نايتس؟ انت من العمرانيه هنا وهو من عزبه الهجانه، وهو من كيلو 4.5 جنبه، صح؟ بقى رمضان نايتس ايه اللي بنتكلم؟ ميك سنس. صدقوا تامنوا بايه؟ لا اله الا الله. صلاه التراويح لو رايحين تصلوها في حته محدش يكلمني، انا مش هدخل معاكم بيت الله، اتفقنا؟ طب ما دي حاجه حلوه. لا ملاش، انتوا بتعملوا حاجات جوه بتخرجني عن شعوري. ابراهيم بيجي يقول لك انا هصلي الثمانيه مثلا، انا هدخل في السته، في الثانيه بلاقيهم واخدين الجزم تحت بطاطهم وخارجين وانا قاعد مكمل لوحدي. ليه بتحرقوا دمي؟ السنه اللي فاتت قلنا نعمل ثواب وننزل نفطر الناس اللي الاذان اذن عليها في الشارع، البي يلاقي بنت حلوه يوديها التمره وكارت. ايه ده؟ يبقى ثواب ايه اللي يتعمل معاك؟ والله يراضي، كنتوا في حالكم وانا في حالي. نتقابل يوم الوقفه. امان؟ تمام. انا بقى كاتب كل ده، معلش نمضي، معلش.